الجزائريين ما يكونوش جزائريين. عندما ينقلب السحر على الساحر، إنها ورطة القرن. قبل أيام فقط ضربت الدرون المغربية في الصحراء مجددا. القصف مشاهدينا وقع في الأراضي الصحراوية. في هذا الفيلم نقدم لكم كل شيء عن كل أنواع الدرون التي يملكها المغرب. Morocco is the next country to acquire Turkish-made Bayraktar drone. قريبا من صنع المغرب. فيلم متكامل يضم كل التفاصيل، لكن قبل ذلك وجب الإشارة لمستجد خطير يهدد الجزائر. إنها ورطة القرن وقضية صراع خطير تحت الطاولة وفي الكواليس. عنوانه: لماذا أصبحت تخاف الجزائر من وجود البوليساريو على أراضيها؟ أولا اسمعوا هذا التصريح. أعطوهم الحق يصوتوا، بغاو يكونوا مغاربة، حنا الأولين نصفقوا عليهم. إذا يقولوا حنا مغاربة حنا نصفقوا عليهم، يقولوا حنا موريتانيين نصفقوا عليهم. الجزائريين ما يكونوش جزائريين. هذا عندما قال تبون هذا الكلام لم تكن مجرد زلة لسان، فقد وجد النظام الجزائري نفسه اليوم أمام سيناريو لم يكن في الحسبان. الجزائر تصرف على جماعة مسلحة ولن تحقق أي شيء، وستبقى فوق أرض الجزائر بشكل دائم، تكلف الجزائر ثروات طائلة. إن النظام الحاكم يخاف من ردة فعل الشعب الجزائري. مشكلة تبون مع الجيل الحالي: كيف صرفت الجزائر على البوليساريو أكثر من 300 مليار دولار، ميزانية دولة برمتها. الجيل الحالي في الجزائر يطالب بوقف هذا النزيف المالي من ثروات الجزائر، والجيل الحالي في البوليساريو الذي ولد ودرس وكبر في تندوف يعتبر هذه المنطقة هي الوطن، هي وطنه الأم، ويريد أن يعيش. ولهذا قال تبون هذا التصريح: الجزائريين ما يكونوش جزائريين. فهي رسالة مغلفة بحديث حول الدعم، مفادها: لستم جزائريين ولن تكونوا أبدا جزائريين. يحاول تبون الرد على الجيل الجديد في بوليساريو: ردوا حياتنا اللي ضاعت 50 سنة من الجزائر، ضيعتنا الجزائر. والشعب التندوفي أيضا يريد أن يعيش، لا أن يحمل السلاح في مواجهة الدرون. والآن سندخل في موضوع حلقتنا. إليكم كل ما يتعلق بكل أنواع الدرون المغربي. انتظر المغرب طويلا تسلم 4 طائرات بدون طيار أمريكية الصنع جد متقدمة والمسماة MK9B. وافق ترامب على هذه الصفقة قبل انتهاء ولايته، ليكون المغرب من أول البلدان التي تستطيع الحصول على هذه الطائرات في القارة الإفريقية. تسلم المغرب من تركيا مؤخرا سربا من طائرات بدون طيار تسمى بيرقدار TB2، صفقة كلفت المغرب 80 مليون دولار. لماذا سميت هذه الطائرات المسيرة بهذا الاسم بيرقدار؟ لماذا اشتراها المغرب؟ وما السر وراء هذه الصفقة؟ أعلن المغرب في أبريل الماضي عن اقتناء 13 طائرة مسيرة تركية الصنع بيرقدار TB2 بمبلغ يقارب 80 مليون دولار. وكانت الطائرات المسيرة التركية قد فاجأت العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال دورها الفعال في ليبيا وسوريا، وخصوصا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا. في هذه الحرب نجحت طائرات بيرقدار TB2 في سحق القوات الأرمنية البرية، وانتصرت أذربيجان التي تدعمها تركيا. كان المغرب سابقا لا يعطي أهمية للسلاح التركي، لكن النتائج التي حققها السلاح التركي في المواجهات الأخيرة جعلت المملكة مثل الكثير من جيوش العالم تركز على الأتراك، وخصوصا هذه الطائرات المتوسطة الحجم، فهي عبارة عن شبح فتاك للغاية. ما قصة صنع هذه الطائرات؟ تمت تسمية هذه الطائرات على اسم صانعها سلجوق بيرقدار. هذا الشاب الذي تشاهدونه في الصورة هو من صنع هذه الطائرة الفتاكة. دولة تؤمن بالشباب وتدعم الشباب، لكن قد تقول لي لا، إنه مجرد محظوظ دعمته تركيا لأنه صهر الرئيس أردوغان. نعم، إنه صهر الرئيس، لكن كيف أصبح صهرا للرئيس؟ قبل أن نطلعكم على القصة، قد ترى أنه على الأقل صهر الرئيس التركي يصنع طائرات مسيرة فاجأت العالم وجعلت من تركيا قوة كبيرة جدا، وجعلها تحتل هذه المكانة في عالم صناعة السلاح المتطور للغاية. وأن صهر الرئيس ليس غبيا يسرق ميزانيات الدولة، ولكن القصة ليست كذلك، بل إنها عبارة عن قصة رائعة جدا سنحكيها لكم الآن. لكن قبل ذلك قد تخرج بعض الكائنات لتقول: إنكم تدعمون أردوغان، إنكم من الإخوان، إنكم إسلاميون، إنكم كذا، إنكم. ما هذا التخلف؟ نحن نتكلم عن الإنجازات. لا أحد ينكر أن حكومة أردوغان جعلت من تركيا بلدا جدا متقدم. الإنجازات، الأرقام،
يا أخي كن مثل فرعون، لكن أنت كوزير في بلدي قم بتنفيذ نفس الإنجازات، نفس الأرقام، أو اقترب منها حتى، فلتذهب للجحيم. لا تهمني معتقداتك، نحن نتكلم هنا عن الأرقام والإنجازات. دعنا نعود للقصة. سلجوق برقدار شاب مهندس مهووس. سنة 2005 كلم برقدار بعض المسؤولين في الدولة التركية ودعاهم لرؤية نموذج صغير لطائرة بدون طيار صنعها في مرآب بيته، وهي التي تشاهدونها في الصورة. ليست مبهرة جدا، فهل ستؤمن به مؤسسات بلده؟ Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. في نفس الوقت كان أردوغان يتوسل أمريكا لتبيع له طائرات بدون طيار المسماة المفترس، لكن أمريكا قالت لتركيا لن نبيع لكم أي شيء لأنكم لستم حليف مطيع، كما أن علاقتكم متوترة مع إسرائيل. المهم كان رد أمريكا ما بيعيش لكم سدينا. نعود للشاب سلجوق برقدار. زاره المسؤولون الذين دعاهم لرؤية طائرته في بيته، لم يتجاهلوه كما يحصل عندنا، جاءوا لزيارته وليلقوا نظرة، وكان ما وجدوه هو ما تشاهدونه أنتم في هذا الفيديو. هل سيقتنع هؤلاء المسؤولون أن هذه الخردة ستتحول إلى أقوى وأرخص طائرة مسيرة فتاكة في العالم؟ نعم، آمنوا به وأعجبهم عمله، رغم أن الطائرة التي شاهدوها كانت مجرد بروتوتايب صغير، لكن برقدار له مؤهلات علمية محترمة وله رؤية وموجد كل شيء كما نقول على الورق بطريقة احترافية، وكل ما يحتاجه هو الدعم. سلجوق برقدار كان طالبا في أمريكا في معهد ماساتشوستس، وما أدراك ما معهد ماساتشوستس. المهم بعدما رفضت أمريكا بيع طائراتها المسيرة لتركيا، تركيا قررت أن تصنعها بنفسها ووضعت برنامجا لذلك. ومن ستضع على رأس هذا البرنامج؟ اتضح أن المسؤولون يعرفون شخص اسمه سلجوق برقدار، وله مشروع شبه متكامل يحتاج الدعم فقط، فوضعوه على رأس ذلك البرنامج. شاب صغير في العمر قد يحتقره مسؤول مكرش ممن هم عندنا، الشخص المناسب في المكان المناسب. لن يثق في أمثال الباكوري الذي دمر قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، ووضعت تركيا تحت يد هذا الشاب بقدار سلجوق كل ما يريد، وهكذا ستتحول هذه اللعبة إلى هذا الوحش بحجم سمكة قرش، لكنها قرش طائر لا يمكن إسقاطه ولا رؤيته. بعد النجاح المبهر لهذه الطائرة التركية بعد إطلاقها، قامت كندا حليفة أمريكا بالاتصال بتركيا وقالت لها لن نبيع لكم بعد اليوم كاميرات الطائرة، لأن تركيا كانت تستورد الكاميرا من كندا. فردت تركيا كنا نعرف أنكم ستفعلون ذلك، لقد صنعنا كاميراتنا الخاصة، مع السلامة، وكاميرات أفضل من الكاميرات الكندية وبدقة 1,800,000,000 بكسل. ولهذا السبب تحلق هذه الطائرة الصغيرة عاليا جدا، تستطيع هذه الطائرة رؤية كل شيء على الأرض وتقوم بقنصه في الحال. تمت تسمية الطائرة برقدار على اسم الشاب الذي صنعها وليس على اسم الرئيس أردوغان. طائرات برقدار صغيرة الحجم، تزن نصف طن فقط، تحمل كاميرا بدقة 1,800,000,000 بكسل، وأيضا معززة بتقنيات الرؤية الليلية، تطير على ارتفاع كبير يصل إلى 8 كيلومترات في السماء، كما أنها تستطيع أن تظل في الجو لمدة 24 ساعة بدون إعادة التزود بالوقود. تحمل صواريخ ذكية تركية الصنع، صنعها أتراك آخرون بالتنسيق مع السيد سلجوق. هذه الصواريخ تنزل من السماء الصافية والصامتة كالبرق، كما أنها لا تخطئ الهدف أبدا لأنها صواريخ موجهة بالليزر والأقمار الصناعية. هل تتذكرون أنظمة الدفاع الجوي S-300 و S-400 الروسية التي تشتريها الجزائر، أو باتريوت الأمريكية التي يشتريها المغرب؟ هذه الأنظمة تقوم بإسقاط أي طائرة تطير في الجو، لكن طائرات برقدار لا تستطيع هذه الأنظمة إسقاطها لأنها لا تستطيع رصدها أصلا عبر الرادارات، كما أن طائرات برقدار تستطيع سحق هذه الدفاعات الجوية. المهم بعدما صنع هذا الشاب هذه الطائرة ونجح، التقى الرئيس أردوغان واستضافه في بيته، وجات عين في عين بنت الرئيس كما نقول. أعجبوا ببعضهم، وبعد مدة قال للرئيس عمي أردوغان أريد ابنتك للزواج، رغم أنه مجرد شاب عبقري من عامة الشعب وليس ابن عائلة معروفة أو ذات حسب أو نسب. فرد عليه الرئيس طبعا يشرفنا ذلك. وأصبح سلجوق صهر الرئيس التركي. المغرب اشترى 17 طائرة برقدار تيبي-2، والتي إذا استعملها في أي حرب ضد بوليساريو ستمنع أي تقدم محتمل نحو الحدود، وسيستطيع المغرب حماية حدوده بشكل جيد وبطريقة مريحة.
توفي مؤخرا قيادي في بوليساريو اقترب من الحدود المغربية. قيل أنه تم قصفه بطائرة بدون طيار مغربية. المهم، السيد سلجوق بيرقدار طائرته اليوم أصبحت أكبر، وصنع مؤخرا طائرة بدون طيار المسماة أكينجي الضخمة، والتي تحمل كما هائلا من الأسلحة. هذه الطائرة المسيرة هي وحش بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتجعل مالكها يربح أي حرب يدخلها وبسهولة. Akıncı yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. الكاميكاز الإسرائيلية قريبا من صنع المغرب. הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. אני חושב שאני הישראלי הראשון שישב עם מלך מרוקו ויצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. ما هي طائرات كاميكازي الانتحارية الإسرائيلية والتي سيبدأ صنعها في المغرب؟ ولماذا سيتم ذلك؟ وما تفاصيل هذه الصفقة؟ وماذا يعني اسم هذه الطائرات الكاميكازي الانتحارية؟ وما قدرتها القتالية؟ وكل شيء عنها. وما هي الصفقات الأخرى التي سيعقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في المغرب أثناء زيارته المرتقبة في 25 من هذا الشهر؟ وما علاقة الجيش المغربي بجيش أذربيجان؟ وما رأينا في هذه العلاقات والصفقات؟ وأيضا هل سيقبل الشعب المغربي في العمل لإنتاج هذه الطائرات بعد أن رفضوا لشهور كراء بيت لسفير إسرائيل في المغرب؟ لكنه يبحث عن مقر مناسب لإقامة السفارة فيه أو للسكن. كثير من الملاك رفضوا بمجرد أن علموا بجنسيته، وعبروا عبر ذلك عن رفضهم للتعامل مع هذا الكيان المجرم. وهل يمكن لهذه العلاقات أن تشكل خطر على المغرب؟ وكيف؟ ولن نبدأ بالاسم. طائرات كاميكازي الانتحارية. الاسم ياباني الأصل، كامي تعني المقدسة وكازي تعني الرياح، أي بمعنى الرياح المقدسة. أطلقها اليابانيون لأول مرة على رياح إعصار دمر أسطولا حربيا كان سيهاجم اليابان. استخدم مجددا هذا المصطلح للإشارة إلى هجمات انتحارية قام بها الطيارون اليابانيون ضد سفن حربية أمريكية في الحرب العالمية الثانية، حيث كان الطيارون الانتحاريون الكاميكازي يصطدمون بسفن الحلفاء عمدا بطائراتهم المحملة بالمتفجرات. هؤلاء هم الطيارون الكاميكازي، وهذا أيضا ما تفعله طائرات الكاميكازي سواء الإسرائيلية أو غيرها. هذه الطائرات لا تعود أبدا، فهي بحد ذاتها يمكنك القول أنها عبارة عن صاروخ، لكن متطور للغاية، تصطدم بالهدف ويتم تدميرها مع الهدف. هذه الطائرة تحمل كاميرات وحساسات تقود نفسها بنفسها بشكل أوتوماتيكي، لا تحتاج إلى طيارة، فتطير في الجو لأكثر من ساعة لتصطدم بالهدف الذي تم تحديده لها مسبقا بدقة جد متناهية. هذه الطائرات صغيرة الحجم ورخيصة التكلفة ويسهل صنعها. يمكنك القول كما قلنا أنها عبارة عن صاروخ بأجنحة. تستعمل هذه الطائرات الانتحارية لتنفيذ اغتيالات وقصف أماكن بعيدة بدقة متناهية، ودورها جد حاسم في المعارك. لماذا يريدون صنعها في المغرب؟ سواء المغرب أو إسرائيل، لكل سببه الخاص. أولا، المغرب يتبع أو يمشي على نفس خطى الجيش الأذربيجاني والذي سحق الجيش الأرمني في حربهم الأخيرة، مستعملا في ذلك طائرات بيرقدار التركية وطائرات كاميكازي الإسرائيلية والتي بدأ صنعها في أذربيجان كذلك. كاميكازي الإسرائيلي يتصدر مشهد النزاع الأرميني الأذربيجاني. إنه سلاح إسرائيلي صغير يتمتع بتكنولوجيا متطورة يعرف باسم الكاميكازي الإسرائيلي. الحرب توقفت. الأرمنيون غاضبون مما سموه اتفاق العار، الأذريون منتشون مما سموه انتصارا حاسما أساسه استيراد أسلحة عالية التقنية. هذه التقنيات وخصوصا هذه الأنواع من الدرون ستمكنك من خوض حرب والقضاء على أي هجوم دون أن تواجه الخصم بشكل مباشر على أرض المعركة. وهذه الطائرات المسيرة كما قلنا يصعب جدا رصدها وإسقاطها، تدمر العدو في معقله بمجرد أن يبدأ التحرك في اتجاهك. وهذا ما لاحظناه مؤخرا، بحيث يتم تدمير أي تحرك لقوات بوليساريو باستخدام طائرات بيرقدار التركية المسيرة. واليوم يريد المغرب أن يدخل إلى ترسانته العسكرية طائرات كاميكازي الانتحارية الإسرائيلية، ويريد صنعها في المغرب كذلك. وهذه الخطوات هي ما قامت به أذربيجان وانتصرت على أرمينيا في الحرب. أما إسرائيل فتريد صنعها في المغرب لسبب آخر، فهي تريد تخفيض التكلفة
مستغلة في ذلك اليد العاملة الرخيصة في المغرب لإنتاج هذه الطائرات بتكلفة أقل وبكميات كبيرة. وفي يوليو الماضي أعلنت المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني أن رئيسها التنفيذي بيغال أونا وقع اتفاقية تعاون مع السلطات المغربية من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية على صنع وبيع وتصدير هذه التكنولوجيا بتكلفة رخيصة. فصنع هذه الطائرات في المغرب ستكون تكلفته أرخص من صنعها في أمريكا أو أذربيجان أو إسرائيل. فكما نعلم اليد العاملة في المغرب رخيصة رخص التراب. معظم الشركات في المغرب تدفع للعمال أسميك، والذي هو عبارة عن $300 أو 280 أورو شهريا. يعني شهر من العمل لن يكفيك لشراء هاتف من الفئة المتوسطة. وإسرائيل تريد استغلال هذه اليد العاملة الرخيصة جدا لإنتاج هذه الطائرات وبيعها، وهذا ما ورد في وسائل إعلام مختصة.